هنعملها السنة دي بنظافة وتوفير البيت وطعمها تحفة وبدون أي إضافات غريبة ولا أي حاجة صعبة. هنبتدي بالفولية. عندي 3 كوبايات من السوداني الغير مملح ويكون طازة. هنضيفه في طاسة وتقلبتين 3 على النار، نجسه كده يكون سخن معانا. هنسيب الطاسة على جنب، لازم نخرج الرطوبة اللي بتكون فيه. هنجيب بقى وok وننزل بكوباية من السكر، نص كوباية من المية من الحنفية عادي، وكمان معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. يبدأوا يغلوا. هتجيبي نص الليمونة وتصفيها عشان ما يسكرش معانا. ما تضيفيش ولا ملح ليمون ولا بيكنج صودا ولا كل الكلام ده، وهتطلع مقرمشه وجميله. كل الاضافات دي ملهاش لازمه. اهم حاجه اول لما يبدا يغلي شعره الملح وشعره الفانيليا، ممكن استبدل الفانيليا بمعلقه كبيره من ماء الزهر. نوصل للون ده نجيب ميه جنبنا بتلج، ونضيف حبه صغيرين من العسل ده في معلقه ونضيفه في التلج. تمسكي يكور معاكي كده العسل بقى جاهز. ما تخلوش يغمق منك ويكرمل عشان ما يمررش المكسرات. نضيف السوداني وتقلبتين 3 ونكون مجهزين الصينيه مدهونه دهن الزيت، وكمان كيس حراري برضه نفتحه ونكون دهنينه او كيس تلاجة. طبعا درجة الحرارة بتكون عالية، ممكن استخدم النشابة او الكوباية الاستانلس زي ما انت حابة. اهم حاجة ادهني كل الادوات اللي هتستخدميها في الفرد بالزيت، هتسهل عليكي. وعلى حسب ما ايدك تتحمل افردي، لو تحمل السخونية يعني. قطعيها كده وهي طرية، خلي سمكها متوسط، وبعد كده سيبيها 5 دقايق وقطعيها لسه ما جمدتش. سيبيها بقى في مكان هاوي تجمد حوالي كده نص ساعة ساعة، وكده أحلى فولية مقرمشة كلنا بنحبها. أنا عن نفسي بموت فيها. جربوها بمقاديري السنة دي إن شاء الله تعجبكم جدا جدا. مستنية رأيكم فيها.